السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتحب بس ما بتتكلمش، بتحس بس مش بتطلب لأنهم عارفين إن مش كل حب لازم يكمل. مش كل قلب يستاهل يتوجع عشان يوصل. هو راجل عنده 41، شايل سنين من خيبات، عشرة ما كملتش، وناس مشيت وما قالتش ليه كبر قبل وقته، وما بقاش يصدق في الحظ. وفي يوم دخلت حياته بنت عندها 21 سنة، مش بس صغيرة في السن، دي صغيرة كمان في النظرة، في الحلم، في البدايات. ضحكتها كانت نقية، وكلامها بسيط، وكانت كل يوم بتقول له صباح الخير من غير ما تحس إنها بتنقي روحه. وحس بشيء بس خاف. كان بيبص ليها من بعيد وبيقول لنفسه أنا كبير، وهي لسه في أول عمرها. أنا خيبتها اللي جاية. ما كانش عايز يأذيها، ما كانش عايز يحرمها من شمس عمرها عشان يدفى هو. وفي مرة قالت له أنا مرتاحة ليك، بس أنت مش بتقرب. بس أنت مش بتقرب ليه؟ سكت، وبعد لحظة طويلة بص في عينيها وقال لها لأني بحبك، عشان بحبك مش هقرب. في ناس الحب عندها مش كلام ولا قرب، هو صور الحب. عندهم تضحية وصمت وحماية حتى من نفسهم. هو ما بيحبهاش عشان ياخدها، هو حبها عشان يخليها تكمل. كل واحد فينا ليه قريب، ليه صاحب، ممكن سمع نفس القصة. مش شرط يكون نفس الأشخاص. الراجل يكون عنده 41 والبنت عندها 21، ممكن العكس. هنا القصة بتوضح لنا حاجة مهمة جدا، إن الحب ده زي ما بيقولوا كده أعمى، ما يبصش على تفاصيل ولا فروق. الحب دايما ملوش سن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.